جاوبني على دابا. على الفاصل التاريخي، على الفاصل التاريخي اللي هو واد ملويه وامور واحده اخرى. واش دابا المشكل ديالكم كتبقاو تهربوا من النقاش بحال الضفدع، كتبقاو تنقزوا صاحبي من بلاصه لبلاصه لبلاصه لبلاصه، ما كتلتزموش. شوف اخي صاحبي خليك معايا في الموضوع اصاحبي. شوف يا اخي، مجموعه وجده فين تاسست، ما تلعبش دور الضحيه، ما تلعبش دور الضحيه. انا معاك في الموضوع، انا معاك الجزائر انت كتنقص الناس دابا حنا كلفناهم كاع على الموضوع كاع. الجزائر المستقله باقليمها هذا دوكا هو الاقليم الذي حاربت من اجله الجزائر واخذت استقلالها. اراضي مقتطعه، واش انت باغي تحمقني ولا مالك؟ هذا في صحراء شرقيه، المساحه ديالك كتعادل الثلث ديال مساحه الجزائر انقطعت في حمله الجنوب الوهراني. سرقات الجزائر، سرقات. انت في رايك سرقات الجزائر؟ الدوله يسقسيك سرقات الجزائر، سرقات في حمله الجنوب الوهراني. إذن هذه الجزائر تبلغ من القوة لكي تستطيع أن تسرق إقليم بحجم دولة. هذيك الساعة كانت مستوطنة الجزائر، الله يخليك صح، ماشي دولة. شكون اللي سرق لكم انتم الإقليم؟ فرنسا ولا شكون سرق لكم الإقليم؟ سرقها المقيم ديك الساعة الفرنسي ديالكم اللي كان كينعدكم بالمحليين اللي روح طالب دوك انت، علاش طالب الجزائر؟ روح طالب اللي يسرق لك الأرض. نطالبوا بكم نتوما لأنكم دابا نتوما اللي خديتونا الأرض ديالنا، عاد نحسن معكم. كيفاش انت يا فرنسا تاخذ لك الإقليم وطالب الجزائر؟ انت هذا حق. احنا غنحيدوه لكم ديك الساعة. كيفاش تحيدوا يا اخي؟ كيفاش تحيدوا؟ انا جاوبني دابا على الموضوع ديالي. دابا انا مجموعه وجده فين تاسست. خويا واش دخلك في التفاصيل هذه تاع مجموعه وجده يا اخي؟ تفضل خويا الياس، تفضل. هذا راه ضفدعه، تفضل. الله يعزك. واخا هو قال واحد السؤال جميل، شنو قلتي دابا؟ علاش كنطالبوا الجزائريات؟ هادشي اللي بغيتي تقول. ما طالب. شوف انا نعطيك راي. الاقاليم لا يطالب بها. الاقاليم تؤخذ عنوه بالحرب، لا تؤخذ لا تطالب. علاش كترجع باللور؟ انت قلتي واحد الجمله خليك معاها. لماذا لا تطالبون فرنسا؟ ياك تفضل. انا نقول لك نحن من نطالب الان؟ لا تطالبون أحد على حسب كلامك أنه السلطة السياسية الرسمية في المغرب لم تطالب بالأقاليم الشرقية. خطأ. صحح لي. نحن نطالب مالك البلاد. لأن مالك البلاد متواطئ في المطالبة بالأراضي المغربية، يعني فهمتك صح؟ مالك البلاد هو من اختصاصاته. نعم، إذن هو المتواطئ الآن، هو المسؤول عن المطالبة، والآن تنازل على الأراضي وأنت تطالبه أن يوقف تواطؤه ويطالب بالأراضي الشرقية. اللغة العربية أكيد كنت كسول فيه. هناك فرق ما بين المتواطئ وما بين المطالب. المتواطئ هو الذي يكون ويتواطأ. لا، متقاعس عن المطالبة. ليس متقاعس. ايوا خليني نجاوب. انا عارف انت صعيب عليك تعرف الحكام، لان انت ما عندكش تجربه جيده مع الحكام ديالك. انت من 62 لدابا جميع الحكام كان عندك تجارب معهم سيئه، اما نحن الامه المغربيه الحمد لله وشكر لله الاسره العلويه من 1666 ولدينا تجربه جد طيبه معهم ولله الحمد. في رايك روح تفضل. الحبيب هو رجل مسلم يحترم العهود طبقا لديننا الحنيف الذي ننتمي اليه وهو دين الاسلام. ملكنا الحبيب الى غايه اليوم ما زال يترجى خيرا في الجزائر على ان تحترم اتفاقياتها ولا يريد الانسحاب منها الا اذا اكتمل تقديره والتزامه والتزام الجزائريين. بمعنى هذا ملكنا الحبيب ما زال فيه امل منكم، اما الشعب المغربي يرى من منظوره على انكم في الجزائر لستم اهلا للثقه. اذا هناك اختلاف بينك وبين الفكر تاع الشعب المغربي والسلطه المغربيه. ابدا، هناك اختلاف في الرؤى بين الشعب والسلطه، والرؤيه السديده تكون عند الملك. اذا اتبعوا ملككم وكفوا عن المطالبه بالملك. الملك يعلم ماذا يفعل. الملك لو راى أن الاراضي الشرقيه اراضيه لكان طالب بها. الملك لا يرى بذلك. انت كسول.
العلاقة التي تجمع ما بين الشعب المغربي والنظام المغربي وهو ملك البلاد هي علاقة تبادلية. ملك البلاد يقرر والشعب المغربي يطلب. كيفاش هادشي؟ انا نشرح لك حبيبي. الشعب المغربي دائما وابدا يطالب باشياء وملك البلاد يستجيب لها. ملك البلاد يقرر والشعب المغربي يبايع وينصاع الى قرارات ملكه، مثل علاقة الاب والابن. الابن كيطلب شي حاجة والاب يستجيب. هل الاب يستجيب دائما؟ لا، لأن الأب أعلم بشؤون طفله، ونحن أطفال سيدنا وحبيبنا وملكنا نطالب منه وننتظر جوابه. إذا رأى خيرا فيه لهذه الأمة وافق وصادق عليها وكنا خلفه وسدا له، وإذا ارتأى أن فيها شر لنا وافقنا وبايعنا وقلنا نحمدك ونشكرك خلاص لحد الآن أبوكم لا يرى جدوى من المطالبة أن الأراضي الشرقية مغربية. خليل، هذه العلاقة التي تجمعنا بحاكمنا. أنتم في الجزائر والله أعلم لا توجد لديكم حتى في أسركم، لذلك من الصعب عليك أن تفقه الأمة المغربية وكيف تعيش. فهمني يا صاحبي، أنا لا أريد تجريحك، أنا لا أريد وصفك، ولكن إذا بغيت تتعمق في حكم المغرب لا 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 يهمني، لا يهمني حكم المغرب. أنت غادي تجرح. لا يهمني المغرب بتاتا. سترى أشياء لن تعجبك. لا يهمني المغرب من قريب أو من بعيد. أتعامل مع المغرب كدولة جوار لاصقة بحدودنا. نحن نسعى إلى الأمن القومي الجزائري وفقط. مزيان. لا يهمني. أنا أعتبر أن الإقليم الجزائري الحالي هو الإقليم الشرعي للجزائر. لماذا تدخلت في علاقتنا مع ملكنا؟ لا لا، هذا كان مجرد استنتاج برك. أنا لا يهمني علاقتكم بملككم كما يتهمكم أنتم الجزائر. واخا إذا كملتي مع هذه النقطة. لا واحد دقيقة عافاكم. شوفوا واحد الملحوظة غادي نقولها لخوتي الجزائريين. خلي وجد راسك مزيان دابا، الله يرضي عليك، وجد راسك مزيان لأنك تصدم. شوفوا الشباب، واحد دقيقة. أولا وغادي نبشركم أن اليوم اتصل بي واحد السيد عزيز على قلوبكم، على قلوب المغاربة كاملين. المهم تواصل معايا وخصو يتواصل مع الملكة، ولكن كانت الظروف ديالي لا تسمح. قلت له للأسف دابا نتواصلوا ثلاثة إن شاء الله. ما يمكنليش نذكر السمية ديالو لأن ما طلبتش منه الإذن وداك الشيء، ولكن إن شاء الله بإذن الله سيكون في يوم من الأيام سيكون حاضرا معنا هنايا ولو من باب الزيادة. هذا الثانية لايف إلياس والملك. هذا اللايف هذا أول نهار بدا لايف إلياس والملكة، ومبني على روابط لا يمكن بأي حال من الأحوال أنها تهدم. لايف إلياس بدون ملكة لا يساوي شيء، ولايف الملكة بدون إلياس لا يساوي شيء. لايفاتنا احنا بجوج بداو بجوج وغيستمروا إن شاء الله بإذن الله، سيستمرون بجوج، في دلالة واضحة على قيمة المرأة المغربية، في دلالة واضحة على دور المرأة المغربية في حياة كل الرجال المغاربة. ما كاينش شي راجل في المغرب استطاع أن يعيش بدون مرأة مغربية. الأم، الأخت، الزوجة، الصديقة، العمة، الخالة. أحلى ديديكاس لجميع النساء المغربيات بدون استثناء، كلكن تاج على رؤوسنا. وأحلى ديديكاس لاله الملكة. يلا نعود أدراجنا. جات ترجع ليا ما ترجع لا صافي. خديت لقيت. الله يكبر بكم كاملين. غادي تدخل لي عافاك هذه اللي صيفط لك، غتدخل وغتخرج لنا لاباج، غتصيفط التليفون الاخر وغتخرج لي لاباج 10. بغيت نقول شكرا لجنود الخفاء على فكره، الله يكبر بكم واحد بواحد، مع العلم انه تعطلتوا علينا صدق جاب دار راسي ولكن شكرا جزيلا لكم.
يلا سيدي خليل الغزال، وجد معايا راسك وغادي نشوفوا الصدمه ديال الدوله المضيفه شنو دارت، ماذا تنازلت. وانت الجوبه المره الجايه ملي نكون كنتكلم انا ما تقولش ليا ما عمرك تقول لي غلطه، لان انت عارف انا والياس ما كنخرجوا الكلمه من فمنا حتى كتكون عليها 17000 دليل. اذا ما ما قنعوش تغلطوش ما بالدليل. تغلطوش، انتوما معصومين. دقيقه خليل، دقيقه خليل، دقيقه جوبه نكمل، دقيقه جوبه نكمل، دقيقه 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 دقيقه. الياس دوزها صاحبي. أنا معك. الانبياء ما كيغلطوش، الانبياء ما قلناش حتى حنا راه كنغلطوا، ولكن في نقل المعلومه ما يمكنش الياس والملكه يضربوا المصداقيه ديال اللايف ديالهم اللي 3 سنين وما كيخدموا عليه، ما يمكنش. الا ما عجباتوش هادي نديروا لي نقل الاختصاصات. يلا دخل لي لاباج 10، سير لي لاباج 10. لا أنا بديت بنقل الاختصاصات. لا سير لي اللي صفت لك انا الياس. هي الأولى. سير لي 10 عاد دوز له النقص نقل الاختصاصات. اسف اخويا انا ما كيهمنيش الجوبه، انا الجوبه راه ما كيهمنيش، الجوبه راه نهار الاول في اللايف صافي تسكر ليه الملف. سير سيدي عطيه خليل هو يقرا لينا ماشي حنا، كبر لي لاباج قرا لنا بفمو. لا قراي انت، قرا لي باش انت اللي نعاود. غتقرا خويا العزيز، انت اللي غتقرا. لا ما نعرفش نقرا اللي غتقرا. اصلا. يا ريت لو كنت كنعرف نقرا. كاين شي واحد كيعرف يقرا توقع دابا في تيك توك. يقرا زوينه ديك الخيال اللي دايرين في الدار الياس. ياك لالا. يلا لاباج 10 لاباج 10. حقوق الانسان في الصحراء الغربيه ومخيمات تندوف للاجئين. هذا مجلس حقوق الانسان. لاباج 10 لا ياك. تحت. 7 8 لا 9 هي 10. هي راهي هذيك ديال اللاجئه مخيمات توصيات بشان حقوق الانسان في مخيمات. قرا لنا السي خالد، قرا باش نفهم برك هذا وشنو باش نكتب برك عندي باش هذا نبدا مجلس نقرا. حقوق الانسان. لا القرار ديالو اللي يخرج من بعد كل سنه كيخرج عليها بشان حقوق الانسان شنو كيكون. هذا قرار واسمه، قولي لي بالضبط واسمه قرار. هو غادي يعطيك الاختصاصات، غادي يعطيك نقل الاختصاصات. دابا قرانا التوصيات. توصيات يعني توصية، يعني هذا ما يوصي به حقوق الانسان في المنطقه لا هذا ما توصل اليه، ما توصي به بشان حقوق الانسان للجزائر مداته البوليزاريو. قراو غادي نجبدوا لك الشيء الاخر. دابا قرا لينا ما تخافش. توصيات بشان حقوق الانسان. انا اللي غنقرا، قرا باش تفهم. لا قراي لي انت. لا انت اللي غتقرا بفمك. توصيات بشان حقوق الانسان في مخيمات تندوف، يعني ما يوصي به. ما تشرحش راه غادي تصيد، ما تشرحش. كمل القرايه غتصيد، كمل القرايه. معليش نقول لك واش فهمت منه من بعد. وكمل القرايه وفهمنا داك راه غير عنوان. كمل القرايه. العنوان يقول انه هنا مجلس حقوق الانسان ما يوصي به في مخيمات تندوف. يلا قرا لينا. تمثل مخيمات اللاجئين بتندوف وضعا شاذا فالدولة المضيفة وهي الجزائر تنازلت فعليا عن سيطرتها على المخيمات، بما في ذلك مسؤولية ضمان الالتزام بحقوق الإنسان إلى حركة تحرير هي جبهة البوليزاريو صح، ويعيش سكان المخيمات في أوضاع صحراوية صعبة كلاجئين بعيدين عن بلدهم الأصلي، رغم أن جبهة البوليزاريو والكثير من سكان المخيمات أعلنوا أن هدفهم الأسمى هو الحصول على تقرير المصير. فإن البوليزاريو والدولة المضيفة الجزائر وما أدراك ما الجزائر يجب عليهما أن تضمنا في الوقت الحالي
احترام حقوق الخاصة بكل سكان المخيمات. يعني هذا التقرير يعتبر أنه البوليزاريو والجزائر كلاهما دولتان. كمل إلياس. على متى تنازلت الجزائر؟ والله ما كمل الفقرة الثانية، ما قريش على تنازلت متى الجزائر. تنازلت بعدا؟ دابا العنوان شرحتيه، ولكن الفقره الاولى ما تشرحهاش. والله ما العنوان. قريت كلمة قضاء، قلت لي هو تنازلت على غادي اختصاص. هو غيجيك النقل الاختصاصات. دابا راه كنقول لك غير على ماذا تنازلت انت دابا، على ما تنازلت. كملي لي نقراو ياك باش نفهموا ودابا السياق. شرح لنا لازم بعدا نقراو. على ماذا تنازلت. مش مكتوب كامل تنازل. رجع لي الياس، رجع لي اقرا لنا تنازل، رجع لي. يلا يلا خرجت ودخلت الاخرى واخا. لا ترجع لي عاد دوز لي النقل الاختصاصي، تقرا لنا على ماذا تنازلت ويشرح لينا على ماذا تنازلتم انتم، باش نشوفوا بن قرينه واش عنده الحق ولا ما عندوش الحق. 10 الله يرضي عليك سيدي الياس واسمح لي بزاف. شوف واش شتي دابا هذا التقرير هذا ونقل اختصاصات، وكاينه واحد البومبه اخرى انا والياس مازال ما بغيناش نحطوها. سير. تمثل مخيمات اللاجئين بتندوف وضعا شاذا، فالدولة المضيفة وهي الجزائر ماذا تماك تنازلت فعليا عن ماذا؟ عن سيطرتها على المخيمات. شكرا هنا بديت نفهم. تنازلت الجزائر بما في ذلك عن بما في مخيمات. ذلك والمخيمات فين كاينين؟ في تندوف. يعني اللي كنهضروا عليه حنا شنو هو؟ كنهضروا على الرابوني والحمادات، على مخيمات اللاجئين. احسنتي. تنازلت عن سيطرتها على على المخيمات، اي تنازلت على سيطرتها في حدود تلك المخيمات، ليست لديها سيطرة على المخيمات. اي مصطفى دحو لا يستطيع ان يدخل، لان الجزائر سديتي المايك، ان الجزائر ليست لها سيطرة على تلك المناطق. المنطقة ديال المخيمات الجزائر تنازلت عن ماذا؟ سيطرتها. دابا غادي ندوزو نقل الاختصاصات، وهي حاجه كبار من السيطره. دابا حنا تفاهمنا انا وياك بان السيطره ديال الجزائر اللي هي الدوله المضيفه ما كايناش في المخيمات. لهذا انا كنبصم ليك بان مصطفى دحو لا يستطيع ان يدخل الى تلك المنطقه. حسك غير انت خليل. بلاتي دابا هادي شوفي معايا مزيان الملكه. عطيه بعدا الرقم، عطيه الرقم ديال هادشي. قراي. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. أعطيه الرقم. الأمم المتحدة. أعطيه الرقم. سكريني الرقم باش تقلب عليه. سكريني الرقم. هذا ثاني في 2018. في 2018 صح. تسمى الجزائر تسمى. شوف انت في زعمك انه الجزائر تخلت على اقاليم جزائريه من 2018 والجزائريين لا يعلمون. انا ما كيهمنيش هادشي اللي كتقول، تخلات عليها هي من شحال هذه ماشي عاد. واخا سد المايك الي تقدر نقرا انا، سد المايك كيرجع عندك. والله الا هادشي كيتقطع عندي انا، راه هادشي كيتقطع عندي. يسد المايك انا غنهضر معاهم. يسد المايك. شباب عافاكم الله يرضي عليكم، كبسوا خصوصا حيت حال الكاميرا. كبسوا الشباب اللي قادر يبارطاجي واللي قادر يكبس واللي قادر يدعم وسط اللايف، باش بلا ما نخرجوا نديروا انا والياس الجوالات 1.4 تولي 800. خليونا كاملين مجموعين الشباب، ما عندنا ما نديروا بدوك الجوالات وداك الشيء ديال والو. خليونا في لايف بعقلو. تحيط اللجنه نقل اختصاصات الى مخيمات تندوف. نقل اختصاصات الى مخيمات تندوف. تحيط اللجنه علما بتوضيحات الدولة الطرف ومفادها أن الأمر متروك للاجئين زيد الصحراويين لتنظيم حياتهم في مخيمات تندوف، ومع ذلك تعرب اللجنة عن قلقها إزاء نقل اختصاصات الدولة الطرف اللي هي الجزائر بالفعل بما فيها اختصاصاتها القانونية. نقل اختصاصاتها القانونية إلى جبهة
البوليساريو. زيد عندك ما تضيف ولا غنقول المحضر. وترى اسمع مازال. وترى أن هذا الموقف يتعارض، هذه راه اللجنة اللي كتعرب على القلق ديالها أنها تخلى على الخصائص القانونية، أن هذا الموقف يتعارض هادشي عنده ثقيلة إلياس الشباب تكبيس بما فيها تتعارض والتزامات الدولة الطرف. راه كيتبلونطا عندكم. يسد المايك إلياس، سد المايك، أنا غادا بشوية باحترام وضمان الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في أراضيهم. ويصاور اللجنة القلق أيضا إزاء ادعاءات بأنه لا تتاح، اسمع مزيان هذه، بأنه لا تتاح لضحايا انتهاكات أحكام العهد في مخيمات تندوف سبل الانتصاف الفعالة. زيد في محاكم الدولة. زيد الطرف هي الجزائر. يعني كلامي اللي قلت لك قبيله خالي باش نفهمك، ربما ما تكونش كتفهمها، أن السجون الموجودة في الجزائر والأحكام والقضاء الموجود داخل الجزائر ماشي هو السجون اللي كاينه والقضاء والأحكام الموجودة داخل مخيمات تندوف. وهذا الشيء هذا يراود قلق اللجنة اللي كنتكلموا عليها ديال اللجنة الدولية والسياسية، كتقول لك بأن هذا الشيء فيه قلق لنا عندما تتنازل الدولة الطرف عن اختصاصاتها وسيطرتها واختصاصاتها القانونية لجبهة البوليساريو، أي أن السجون الموجودة داخل المخيمات ديال تندوف ليست لها علاقة باش بالإدارة السجون الجزائرية. نتوما ما كتعرفوش شنو كيطرا عندكم تماك في السجن الذهيبية ولا سجن الراشد. لديهم محاكم خاصة بهم ولديهم قضاء خاص بهم، ولهذا كتعرب هي على القلق ديالها. زائد أنكم تنازلتم عن سيطرتكم في المخيمات، لهذا مصطفى دحو براسو والي تندوف ما يقدرش يدخل الرابوني والحمادات. يعطيك الصحة. انت تتكلمين على تقرير وضعته اللجنة، ياك؟ هذا مجرد تقرير. تفضل. تفضل. انت قلتي لي أن الدولة الجزائرية إلا بررتي هذه الجزائريين براسهم لتحت ما عندهم ما يقولوا لك. أولا تنازلت. هذا التقرير يزعم أن الجزائر تخلت على المخيمات، لا يقول أن الجزائر تخلت عن الأرض أو الإقليم. أين توجد المخيمات؟ أين يوجدون؟ التخلي عن المخيمات يعني إهمالها، يعني سيطرتها، تخلي عن سيطرتها. لا مجرد تقرير لجنة. هذا نعم بل الجزائر مجرد تقرير لجنة. راه هيئة الأمم المتحدة الشريفة هذيك كتهضر معاك. كيفاش هيئة الأمم المتحدة؟ ايوا واش عم بالك؟ هيئة الأمم المتحدة توضع تقارير هكذا كبرك، واش عم بالك تي خليل؟ ما كاينش اللي خرج على بلادكم قد تبريراتكم نتوما الخاوية. انت اليوم واقع في مشكل، السيطرة تنازلت عنها الجزائر واختصاصات القانونية انتقلت باسم الدولة الطرف، والقلق ديال مجلس الأمن كيجي عندك من هذا الشيء، من مجلس حقوق الإنسان كيجي عندك من بين هذا التخلي على السيطرة ومن بين أنك تنقل الاختصاصات القضائية والقانونية إلى جبهة البوليساريو اللي هيئة الأمم المتحدة ما كتعرفش بها أصلا، ما كتعرفش بها بأنها دولة خاص يكون عندها الاختصاصات هذه اللي عاطيهم ليها. إذا أنت إلا باغي تبرر سير برر لشي واحد آخر. أما أنا هو ولد بلادك هنا تيقول لك صحيح خليل. شوف انا نقول لك اخويا واحد المساله اخي خليل، انت اليوم عندك مشكل داخل المخيمات، انت اليوم ما عندكش السيطره داخل المخيمات. فاش السيطره داخل المخيمات فما تجيش عندنا حنا وتقول لنا هاد الهضره. لهذا كنقول لك بان البوليساريو اصبح قالبا يجلس عليه كل جزائري، ماشي حنا، اما حنا بعاد على داك الشيء. الياس معايا؟ هذا التقرير تاع اللجنة يزعم أن الجزائر تخلت على المخيمات، أي أنها
أهملت المخيمات. لا يقول هذا التقرير أو يقر أن الجزائر تخلت على أرضها، يعني نقص الاهتمام بالمخيمات. هذا لا يعني أن الجزائر تتخلى على إقليمها لصالح لاجئين سياسيين مضطهدين في أراضيهم. هذا ما يذهب إليه هذا التقرير. انت قريتي التقرير وما فهمتي والو. هذا هو فهمي للتقرير. جميل، اذا ما فهمتيش. التقرير يتحدث على اوضاع وانتهاكات ديال حقوق الانسان. الجزائر كتقول منظمه حقوق الانسان، كتقول لهم انا خاطيني بوليتيك، انا اصلا دوك الناس ما مسوقش ليهم لداخل وتخليت على المسؤوليات القانونيه ديالي لداخل، يعني الصلاحيات القانونيه منهم فيهم. يعني أنت تعتقد أنه هذوك الناس اللي تقول عليهم هذوك الناس استعمروا الجزائر؟ دابا انا كنجاوبك على السؤال الاولاني، انت خليته ومشيتي لحاجه واحده اخرى. خليني نكمل لك، لان انت قريتي دابا وما فهمتيش، يعني جبدنا لك نص وقريناه وما فهمتيش. خليل بالله عليك يا صاحبي، الجزائر تؤكد للأمم المتحدة والمنظمة حقوق الإنسان أنها لا تتحمل أي انتهاكات ديال حقوق الإنسان داخل المخيمات، وكتقول لهم وقعت شي حاجة يدبروا ريوسهم، أنا عطيهم أرض وعندهم الصلاحيات القانونية كيفاش ينظموا ريوسهم. سؤالي لك، ما معنى الصلاحيات القانونية؟ الصلاحيات القانونية أنهم ينظمون شؤون علاقاتهم فيما بينهم وحدهم. هذا ما كان. أنا سؤالي يقول ما معنى الصلاحيات القانونية كمصطلح؟ لمن نقول صلاحية قانونية؟ شكون هو اللي عنده الحق يكون عنده صلاحية قانونية؟ من؟ السلطة. المؤسسة. المؤسسة. المؤسسة تعبر عن ماذا؟ عن الدولة. عن السيادة. انت اذا انت في تصورك انه جبهة البوليزاريو سيطرت على تندوف حتى اجبرت الجزائر على التخلي على ذلك الاقليم. هذا ما تزعمه. الجزائر هي من تخلت طواعية عن سيادتها في تلك المنطقة لأن الأمر خرج عن ما كانت تعمل فيه. كيف ذلك؟ كيف حتى تراجعت الجزائر؟ أقول لك، الجزائر اليوم لديها أناس تعدادهم السكاني كبير جدا، يعيشون فيما بينهم، لديهم جميع مقومات الدولة، من أعلى الهرم اللي هو الرئيس إلى أصغر شخص اللي هو مواطن عادي. عندهم سلطات وعندهم برلمان وعندهم وزراء ويتعايشون فيما بينهم، وعندهم انتهاكات ديال حقوق الإنسان. انتهاكات حقوق الإنسان على الأراضي الجزائرية في حال التشبث بالسلطة أو بالسيادة معناه يعرض الجزائر إلى مسؤوليات قانونية داخل أروقة الأمم المتحدة وبين المجتمع الدولي. التنازل عنها يعفي الجزائر من ذلك. الجزائر غادي تقول لك أنا خاطيني بوليتيك، أنا هما بيناتهم صحراويين بيناتهم. فضلت الجزائر التنازل عن السيادة في المنطقة من أجل عدم الدخول في مجادلة مع المجتمع الدولي حول الأوضاع المزرية والانتهاكات التي يتعرض إليها هؤلاء من تسمونهم بلاجئين. تسمى الجزائر، انت تزعم ولا تظن أن الجزائر تتخلى على السيادة في إقليم من أقاليمها لعدم الدخول في مأزق مع المجتمع الدولي؟ أنا هذا هو لا، تحليلك. هذا الجزائر هي من تدعي، لست أنا. الجزائر تدعي أنها تخلت عن الإقليم. أين ترى ولا أين تقول الجزائر؟ وراه المرسوم اللي يقول أن الجزائر تخلت على الإقليم. هذا يا اللي مديته لي دوكا هو تقرير تاع لجنة الأمم المتحدة ولا مجلس حقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص. أولا، القهقهة اللي درتي هي أجمل وصف لما يحدث هناك. شتي الضحكة اللي درتي تماما أنا أؤيدك فيها، لأن حتى احنا المغاربة حينما علمنا بالأمر قهقهنا مثلك وضحكنا بحالك بالضبط، لأن ما يحدث في تلك المخيمات ما عندوش شي كلام من غير القهقهة. فأنا كنقول لك تلك القهقهة جميلة. الحاجة الثانية، ربما الأخ أنا قلت لك قبيله راك ضعيف في اللغة العربية، غادي تسمع الجملة ماذا تقول.
دقيقة باش نقراوها قدام الناس. في اللغة العربية كنظن ياك، الفرنسية يمكن كنتي فيها مجهد. معليش، ها هي، ها هو الصفحة الثالثة. تحيط اللجنة علما بتوضيحات الدولة الطرف، يعني اللجنة جاها العلم بالتوضيحات اللي صدرتها الجزائر ومفادها. يعني تلك التصريحات تقول أن الأمر متروك للاجئين، فوضوا لهم الأمر ديالهم الصحراويين لتنظيم حياتهم في مخيمات تندوف، خلينا لهم الأمور وما ينظموا الحياة ديالهم. ومع ذلك تعرب اللجنة عن قلقها، ومع ذلك اللجنة قلقة إزاء نقل اختصاصات الدولة الطرف بالفعل. هاد الاختصاصات هادو متخوفين منها، بما فيها اختصاصات قانونية، أي أن الجزائر تنازلت عن عدة اختصاصات بما فيها اختصاصات قانونية إلى جبهة البوليزاريو. وترى أن هذا الموقف يتعارض والتزامات الدولة الطرف باحترام وضمان الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في أراضيها. تقدر تشرح لي شنو كيقصدوا بهذه الجملة هذه؟ نعاودها لك واسمعها. وترى أن هذا الموقف يتعارض والتزامات الدولة الطرف باحترام وضمان الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الأفراد الموجودين في أراضيها. تقدر تشرحها لي؟ ما نقدرش. واش فهمت انت منها؟ انت ما فهمتي والو. فهمني انت. الجزائر ما دورها في الصراع ما بين البوليزاريو والمغرب؟ هما مجرد لاجئين. حنايا مع اللاجئين يا استاذ، انا كيفاش؟ سؤالي واضح. ما دور الجزائر في الصراع ما بين المغرب وجبهة البوليزاريو؟ شنو دور الجزائر؟ الجزائر الصراع هذا يحدث على حدود الجزائر. الجزائر لازم تتدخل وتحمي اللاجئين أعيد. المضطهدين من طرف المغرب. الجزائر ما دورها؟ ماذا تسمي نفسها؟ ماذا تعتبر نفسها؟ عضو مراقب خليل، عضو مراقب. عضو مراقب. الجزائر دائما تتبنى الحياد، يعني احنا ما عندناش طرف. عضو مراقب. الناس اللي جالسين معاها تما هي مدخلاهم لتما على اساس انها عضو مراقب من اجل حفظ وكرامه ذلك الشعب. التزاماتها القانونيه في النهار اللي استقبلتهم تما كان هناك التزامات، من بين الالتزامات الحفاظ على هذا الشيء اللي كتقرا دابا، ضمان الحقوق المعترف بها في العهد لجميع الافراد الموجودين على ارضها. كيقولوا ليها انت النهار الاولاني التزمتي انك غتضمني الحقوق ديال دوك الناس، دابا حنا قلقين انك خرجتي الصلاحيات وعطيتيهم لدوك الناس بوحدهم. عزيزي، انا يمكن كنقول لك شي حاجات اللي كيصدموك، بحق ثق بيا. حنا المغاربه تصدمنا بحالكم في الاول، حنا بحالكم في الاول، ولكن ان يصل الامر ان نظام الجزائر وبلد 1,500,000 شهيد، والارض المسقيه بدماء الشهداء، والارض التي حارب عليها اجدادكم، يجي رئيس او نظام ويتنازل على السياده ديالها، اسمح لي، هذه المغاربه لا نتقبلها. لهذا بن قرينة لم يخطئ ولم تكن سلة لسان، بل قال ما موجود اليوم في هيئة الأمم المتحدة وأمام أنظر العالم. اليوم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالماتريكول ديالها SH تتجول داخل الجزائر وليست خارجها. ما هوش مشكل، هذا هو الفهم تاعكم من تقارير اللجنة. تزعمون ماشي أنه فهمونا يخدمكم. ونحن نريد، شوف خليل، شوف، فهمونا. لا 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 ونحن لا, لا. نريد- التقارير يقول تنازل على المخيمات، لا يقول أن الجزائر تنازلت على توجد إقليمها أو على وين توجد أراضيها. المخيمات؟ هل المخيمات توجد في المغرب؟ هل توجد في التنازل، تونس؟ لا، التنازل على المخيم لا يعني تنازل على الأرض، ما هوش شيء هل واحد، قالت بأنها مستحيل. تتنازل عن إهمالها للمخيمات؟ يا أخي إيه. بالله عليكم، شوف إيه. أنا وإلياس تهمل. نريدكم، شوف أنا وإلياس على فكرة نريدكم أن تظلوا هكذا. حنا كنديروا ما زعما
كي كنقول لك الاسلام ماذا يجبرنا؟ يجبرنا على ان نحب لنفسنا أن نحب لاخينا ما نحبه لنفسنا. ولكن من مصلحتي انا والياس والشعب المغربي انك تظل انت موهم راسك بان القضيه لا زالت مفتوحه وانه في يوم من الايام سيستقلون. ولكن اللي ما عارفوش انت في لب الموضوع اولا بينك وبين راسك خلي راك عارف بان القضيه غارقه فيها الجزائر الى اقصى الحدود، غارقين فيها. هذا ما فخليكم غارقين. تزعمون، هذا ما تزعمونه، يعني نحن هذا نزعم تقرير، هكذا وسنظل. هذا شوف تقرير تاع لجنة العهد الدولي الخاص، وتقرير مجرد تقرير وفقط هكذا، وتقارير تجي فيها كل شيء، يعني خليه هذا لا يمثل الجزائر. لا يمثل والجز... الجزائر. والجزائر لم تتخلى على إقليمها ولم لم يصدر ذلك تتخلى. من السلطات الرسمية الجزائرية. لقيت تقرير قريتوه، يعني وش راح نقول لكم أنا؟ هل هذا ماشي يمثل مشكلة حنا كنكذبوا، يمثل حنا غير الجزائر؟ كنكذبوا اصلا، حنا غير كنكذبوا. هادشي كامل اللي قلناه ما كنقصدوش بامثالك لا اخي الملك، خالد. أنت قلتي لي انا جبت لك اللي قلت لك، عندي مرسوم جبته لك. من الجزائر مرسوم. أنها تقول أنها تخلت ايوا عن انا راه ما الإقليم. كيعجبنيش اللي يكذب عليا في وجهي، نقدر نقلب معاك الفيستا. انا راه كل شيء في العالم كنكرهو كنبغيه، الا الكذوب كنكرهو. سول جوبه المجرب لا تسول الطبيب، او جوبه عنده ليكسبيريونس. انا قلت لك كنجبد لك من هيئه الامم المتحده والمجالس الخاصه في هيئه الامم المتحده. اما لا، الجزائر قلت شحنوها لي أن الداخل. الجزائر تخلت. ومن تخلت هنا؟ من تخلت؟ الجزائر قلت لك أنايا تتصرف بالمراسيم الرئاسية، بالقرارات تصدر قرارات. إذا كنتم تظنون أن الجزائر تنازلت عن جزء من أراضي فأنتم واهمون. أنتم يا تتعلقون ودي بقش طيب، الدين بلاتي كالغرير. بلاتي انت بعدا تجيب لنا الدليل ديال 1845 بعدا عاد اييه هضر. برافو عليك اخي محارب. كنساينو داك 1845 راني حاط لك شوبه كنساينك اصاحبي. والله اخي محارب غتبقى تسنى حتى العامين 3 سنين سير قلب لي على الدليل. انت داير مع محارب دليل عاوتاني انا مسخ. اش داك دير مع انا كنتسناك في اتفاق معاهده لاله مغنيه كنتسناك 7 سنوات. سير قلب لي على الدليل، قلب لي على الدليل، اجي هضر معاه. عنده الحق، قلب على الدليل. شكون راه يدير لي الكتب؟ شكون راه يدير لي الكتب؟ انا سير قلب لي على الدليل. علاه قلب على الدليل اصاحبي. لا حول ولا قوة. هذا أهم لا من لا الدليل، ما تتحدثون عنه أهم من الدليل. والله بربي ما تدخل فيه انت، انا بيني وبين خالي. كانت بوست كافي، انا نفكروا الملكه كانت بوست كافي، كنتي كتناقش مع الاخ الياس على الاراضي المغربيه الصحراويه الشرقيه المقتطعه، وقال لك 1870 وكذبتي، قال لك اش من تاريخ راه مالك الصناره وانت تمشي كتجري، قلتي لي 1845، قالت لك راك زلقتي جيتي على راسك. سير قلب على راسك يا المحارب مشيتي سديتي المايك المغربي، وانتي. اسمع، انت اركان الدوله ما لا. تعرفهمش جيد. وانت لا، سكت لا، ناس لا. انت لا تسكت ما بعدا كنتش انت. معاك اخي، خليه جمع معايا. أنا لا أتحدث من فراغ، لا يلا أتحدث سير من جيب لي فراغ. الدليل، سير جيب لي سير الدليل، جيب اجيبه لنا الدليل. وهنينا. واخا سير جيب سير. الدليل. مالك انت هذا تعتبره دليل؟ خليل اسمعني اخي نقول لك لا واحد راكي المشكل. معايا تعتبره دليل؟ اسمعني يا خليل، انا راه عارفه كثار من هذا الشيء اخي، لا انا لا الياس. اسمعني اخويا العزيز، هذا الشيء اللي جبنا لك ما هو الا 0.00001% من داك الشيء اللي عارفينه انها تنازلات عليه الجزائر. وسير اخويا حنا في لايف، اما كون كنا جالسين في الزنقه معنا شي عباد الله، كون جينا قرناك بالورقه والستيلو، كون راك تفقهت، كون راك درتي بحال هكا غديرو. وسير اخاي خليل قلاب على هذا اللايف هذا. ياتي جيبي حاجه ما تخلعناش. ياتي جيب، انا كنقول لك واحد جوج كلمات، شكت صارتي عليا انت هذا النهار هذا. خليك مع محارب. هاتي اش عندك. هاتي لو انت خليك مع محارب. اسكت سير جيب الدليل 1845 قال لك قاري التاريخ في ما تهضرش الزحام. معايا جوج، انت راك عارف هاد البساله انا ما عنديش اجيب. مالك انا ما عنديش الدليل بيني عليك وبينك. مالك. واش كنحترمك اجوبه؟ دقيقه خلي الشك، انت بحال باغي تنوض معاه. دقيقه، واش كنحترمك اجوبه؟ وخلي راسك محترم وخلي راسك عزيز. سير جيب الدليل وما تعاودش اخويا معايا الهضره، انت مع محارب، انا كل الاحترام ليك، ولكن سير جيب بيني الدليل. وبينك السي جوبه، ويا بينه وبين السي خالي اللي قال لك المخيمات ماشي اعتراف، المخيمات مبنيه في الفضاء ماشي في الارض. هذوك المخيمات كاينه في الفضاء في زوحل، ياك ما تنازلش على الاراضي. شوف سير ما تنساش الأراضي. سير ما تنساش الأراضي. جيبه باغي تلصق فيا انا، سير جيب لي الدليل سير ولا جيب كله ما عندي. الدليل اصاحبي، انت داير داك النمر اصاحبي مخبي وراه، سير جيب الدليل. خليل خويا العزيز اجوبه سير جيب الدليل صاحبي، ولا هبط بحال تقول له ما عنديش. جوبه راه خليك، الياس غيدخل دابا غيسكتني انا وياك. جوبه خليك ميوت، خليك ميوت واحترم شويه، الله يجازيك بخير. كمل. المهم شوف اخي خليل، انا اللي غنقول لك هو انه حنا القضيه ديال البوليزاريو حنا ما كتهمناش. حنا كمملكه مغربيه قضيه البوليزاريو خرجنا سوقها. سيدنا خرج عندكم قال لكم اجيو نجلس على طاوله المفاوضات ونجد حلا لا غالب ولا مغلوب بالنسبه للجزائر، لان الجزائر هي اللي مغلوبه اليوم.
مغلوبه بماذا؟ مغلوبه بانها مستضعفه عندها ناس عندها في تندوف. حنا ما كيهمناش امر دوك الناس. انا صريحه جدا واتكلم بالشعبويه. واش يكونوا هذوك الناس مغاربه ولا واش يكونوا؟ دابا انا بالنسبه لي انا تيقولوا لك هما ماشي مغاربه، انا معاهم. اللي بغاوها انا معاهم. بغاو يكونوا مغاربه، سيدنا ما عمرهم ما نطق عليهم كلمه انهم كبابيين، ولا قال عليهم بانهم شي حاجه اللي هي خايبه. دائما يقول بانهم مغرر بهم. ونحن المغاربه نقول كلام سيدنا كالسيف على رقبه. اللي قالوا سيدنا الله ينصرو مرحبا وزيد القدام، كنعاودوش انت معاهم. واش تعتقدي فيهم، انهم مغاربه ولا غير مغاربه؟ انا نقول لك ابراهيم غالي بن عمي انا. هذه حقيقه، انا ما كنتخباش من وراء ابراهيم بن عمي. هو ورقيبي حر، ولكن مسخوط الارض، مسخوط الملك، مسخوط الشعب، مسخوط دولته. يعني انفصالي. مادام ولا انفصالي ولا يعتبر نفسه مغربي، إلياس عندك الصوت. لماذا اصبح لا يعتبر نفسه مغربي؟ ليست مشكلتي بالمره. اذا كان لا يعتبر نفسه مغربي فاهلا وسهلا. من يريد ان يكون مغربي غادي يجي تحت الحكم الذاتي، ومن لا يريد ان يكون مغربي حنا ما شديناش بزز، لا يهمنا امرهم. الناس ديالنا راهو ما عندكم. وكنقول سيدي الياس تفضل. لا هو خصو يقول لنا، ماشي يسولك انت اللي خصك انا تسوليه. كنقول رايي. لا انت اللي خصك تسوليه، يقول لنا هم من اين، ماشي هو يسولنا، حنا اللي خصنا نسولوه من اين هذوك الناس منين. ماشي مشكله، حنا جاوبناك عليا انك تهضر على راس الهمه. راس الهمه انا جاوبتك عليه. راس الهمه هناك هو ابن عمي. انت شنو كتشوفهم؟ انا نشوفه صحراوي كما يقول هو. صحراوي من اين؟ من لا تندوف، تعرف. الصحراء الغربيه. جميل. الصحراء الغربيه اين توجد اليوم؟ صحراء غربيه كاينه واجده، وهي اليوم مؤسسه فيها الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه. راه ما كذبتيش. غير هي ماشي الصحراء الغربيه المغربيه، بل هي الصحراء الغربيه الجزائريه. غير المره الجايه حددوا لينا، لان حتى الاقاليم اليوم اللي تاسست عليها الدوله الجمهوريه العربيه الصحراويه الديمقراطيه فهي صحراء غربيه. هذا هو القلب اللي طالع معاك انت خليل وما فاهموش. كيقتلوك بالصحراء الغربيه ولكن اي صحراء غربيه متواجد فيها اليوم ابراهيم غالي؟ هل هي صحراء غربيه ديال العيون الداخله، ولا الصحراء الغربيه ديال ولايه العيون وولايه الداخله ومخيم العيون ومخيم الداخله؟ على باليش انت قولي لي. انت اللي غتمشي تقلب على رئيسك يقول لك، اما انا ما شؤوني بعيد يهمونيش عليك. انا. جميل. مادام ما كيهموكش راه هما جالسين تما في بلادهم ما كتهمهمش. بارك لا انت عليك. كتهمك أما. حنا يهمنا الاقليم الجزائري، حنا عضو مراقب في هذا بارك على سيدي الياس، كلامك ما يتعاودش. هاي تحياتي لك ابو خالد، تحياتي لك، قمت بالواجب، شكرا جزيلا، تحياتي، امسيه سعيده. موضوع واحد اخر ان شاء الله باذن الله. ملي السلام عليكم، صبحوا بخير، يعطيكم الصحه ويسمحوا لنا. سامحت، مع السلامه. جوبه، وقفنا في 1845، مشيتي تجيب لنا الدليل، عندك واجد؟ قلتي 5 دقائق، مرات 50 دقيقه، عندك يا واجد؟ ودي كاين عطا. شوف مرجع لي سطو كاين دقيقه تشوف، لانه علاه ما كنتش محضر الاخر، ولكن دقيقه نفتح الكاميرا نوريك واش خصك تفتح الكاميرا. نوريك. علاش دقيقه فقط. نعطيك 2 دقائق، انا عطيتك 5 دقائق، 50 دقيقه ومازال خصك. لا هذوك ما كنتش. شوف الياس، بون انا ما كنتش محضر وكاين كتب، كاين وثائق، كاين. واخا 1 دقيقه محارب، واش تبغي تجاوبوا انت؟ نجاوبوا ما كاينش مشكل. واش هذا قال لك الصحراء الشرقيه في 1845 اش كتسين منه خي الياس؟ تفضل اجوب. يا قرا كنفهم اسنا حسن محارب. انا ما قلتش الصحراء الشرقيه. قلتيها والله مسجله صاحبي، قلتيها. خليني وما تدورش عليا زعما بحال الضفدع ولا ما زعقك. خليني نهضر سيدي. نفكرك جوبه، انا نفكرك شنو التحدي ديالنا ان فرنسا هدات المغرب في 1845. هاد المناطق اللي كانوا جزائريين في 1845 هاد المناطق اقتطعتهم من الجزائر وعطاتهم للمغرب، ياك؟ قلت لك فرنسا اقتطعت اراضي جزائريه في 1845 وعطتها للمغرب مقابل باش تتخلى المغرب السلطان عبد الرحمن عن دعمه للامير عبد القادر. سير على يا فهمت. ولكن شوف هناك، شوف وثيقتين
وثيقتين بون تحكي كاع شغل ارتيكل على لي فرونتيير دو لالجيري، يحكي كاع كلشي حتى دقيقه تشوف دقيقه تشوف ما كنتش قلبنا على لابارتي دويست ماروكان سهارا، ما كنتش قاري فرونسي. ماشي هو قلت لك عطات اراضي من الجزائر الى المغرب، انا ما حددتش الصحراء قلبنا على البارتي يقرا علينا. انا ما حددتش انا الصحراء، قلت لك المهم مدت اراضي الجزائريه قطعناها في 1845 وضمنا المغرب. ما قلت لك الصحراء الجزائريه، قلت لك اراضي جزائريه، قلت لك الصحراء الجزائريه، قلت لك اراضي جزائريه. هي هذيك قلت لك اراضي جزائريه رغم الحدود الشرقيه ماشي شي حاجه اخرى. دقيقه تشوف وراهي اوسكار ديزيد اوسكار. انا نطلعك. عقلتي اخر مره طلعتي عقلتي عليها الملكه اخر مره طلع وعلق. ورا علق دابا كيكتب اليوم طلعني. انت اخر مره صاحبي علقتي وخليتي صندالتك الفوق، ولكن غنعاود نطلعك. كان عندك شغل دابا غادي